انا مهندسه اسماء طارق، مهندسه معماريه وانتيريور ديزاين تيم ليدر في شركه طلة العماره والديكور. دوري بيبتدي بعد قسم التسويق مبيعات، ببدا اقعد مع الكلاينت وافهم شخصيته، بناء عليها بعرف بريف عن كل حاجه هو محتاجها، ببدا اعمل مود بورد، ببدا ابعت له المود بورد دي وبنقعد نتناقش انا والعميل فيها. بعد كده بنبدا ناخد ابروف ده عليها، بعد كده دي تبقى المرحله الاوليه اللي اقدر اشتغل عليها ديزاين. كتير من العملاء اللي بيجوا لنا بيبقوا محتاجين يعملوا ميكس ما بين كذا ستايل. طبعا ان احنا نقدر نعمل اي حاجه، ان احنا نقدر ان احنا نعمل توازن ما بين العناصر كلها، ان احنا نمشي على كلر باليت واحده. في سؤال كتير برضو بيتسالنا، ايه الستايل المناسب في المساحات الصغيره؟ طبعا المساحات الصغيره احسن ستايل ليها يكون المودرن، نبعد تماما عن الكلاسيك، لان الستايل الكلاسيك بصفه عامه بنعمل سيمتريه، بنعمل عناصر متكرره. طبعا حجم الفرنتشر في الكلاسيك بيكون كبير، فما بفضلش ابدا ان احنا نستخدم ستايل كلاسيك. طبعا في حاجه مهمه جدا كمان، يكون عندنا الاوضه صغيره، ما ينفعش ان احنا نجيب فرنتشر كبيره، لازم تكون الفرنتشر متناسبه مع مساحه الاوضه عندنا. يعني زي مثلا عندنا اوضه مساحتها صغيره، بدل ما اجيب فرنتشر او اجيب سرير متر 80 ممكن اجيبه متر 60 او اجيبه متر 20، بحيث ان هو يكون متناسب مع مساحه الاوضه. احنا كتيم ديزاين في شركه طلة بنسعى ان احنا نحقق للعميل كل اللي بيتمناه.